يلا يا صديقي نبدأ مع بعض بقى جزئية الجرامر بتاعة ليفل 2 وأول زمن من الأزمنة العالية شوية. احنا في الجزء الأول خدنا البريزنت سيمبل، النهاردة هناخد الجزء الثاني بقى وهو الباست سيمبل. تعال نشوف الباست سيمبل دون لو الجملة بتاعتك كانت جملة إثبات. بص يا مستر، أنا دلوقتي لو عايز أقول مثلا إن أنا اتفرجت على فيلم هقول I watched. برافو عليك، انا هنا ضفت ايدي. طب يبقى انا عندي عشان احط الفعل في الباست بعمل ايه؟ بضيف له ايدي. طب تعال نشوف كده I visited. برافو عليك. ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ قال لي اللي بيخليني اعمل كده ان انا الاقي الكي وورد زي كلمه yesterday او كلمه last week او last month، او نلاقي كلمه زي ago يعني منذ، او in مثلا 2024 او this morning، او الاقي حضرتك قاعده اف في الحاله الثانيه اللي هي اف والماضي. فهنا سلمى اسكت، عادل بوت، عمر فورجوت، وي واتشد، هنا زي ستادد. يبقى انا عندي بضيف للفعل ايدي، بس بعض الافعال زي جو مثلا، هنا جو لما احطها في زمن الماضي يبقى اسمها وينت، او زي كلمه باي يبقى اسمها بوت، او زي كلمة مثلا كاتش لما احط كلمة كاتش هتبقى كوت. يبقى خلي بال حضرتك بعض الافعال زي بلاي موضوعها سهل، بنضيف ايدي للفعل يبقى بدل بلاي هتبقى بلايد، بدل ستادي هتبقى ستادد. يبقى انا واضح عندي الكلام. او بعض الافعال التانية بنسميها افعال الريجولار زي جو تبقى وينت، زي باي تبقى بوت، زي كاتش تبقى كوت. طب تعال لو انا حطيت الجزئيه دي في النيجاتيف، لو احطها في النفي هستخدم didn't اللي هي did not هتبقى didn't، ولازم احط الفعل في المصدر. احط الفعل في المصدر زي مثلا انا لو بصيت على الجمله دي I didn't watch في yesterday، الطبيعي ان في yesterday المفروض لو انا اتفرجت هتبقى watched، لكن هنا في النفي didn't watch مصدر اهو. سلمى didn't wear زي مثلا لو انا هستخدم بقى ماضي هتبقى I wore يبقى هنا ده الماضي بتاعها يبقى didn't wear. هنا عادل didn't buy، لو انا هقول هنا ان الواد عادل ده عمل ايه؟ اقول ان عادل بوت، عادل بوت ده الماضي يبقى عادل didn't buy. عمر didn't tell، هنا we didn't finish اللي هي اصلا في الاصل المفروض تبقى finished. طيب يبقى انا وانت متفقين على ايه؟ ان انا الماضي في النيجاتيف بستخدم didn't، في الكويستشن بقى بستخدم كلمة did، يبقى did وبحط الفعل في المصدر، did والفاعل زائد المصدر، did والفاعل زائد ايه يا شباب؟ زي did you watch the video، did سلمى choose. برافو عليك. يبقى تعالى انا وانت نبص على الجزئيه دي. اما هنا في باسف بقى انا بتكلم عن الايميل، هل الايميل هيكتب ولا يتكتب؟ يبقى was written. هنا the homework تبقى was completed، the photo تبقى were uploaded، the message was sent، the documents were printed. يبقى هنا الجمله واضحه. تعال نراجعهم تاني. يبقى اول حاجه الاثبات بتاعنا بنحط الفيرب في التصريف التاني. تاني حاجة في النيجاتيف بنحط didn't وتصريف أول. هنا بيقول لي في الكويستشن بنحط did وتصريف أول. أما لما نحطها باسف بنحط was أو were ونحط الفعل في تصريف كام؟ تالت. خلي بال حضرتك إن حضرتك لازم تبقى مركز معايا جدا عشان خاطر أنا هخلي حضرتك في الجرامر ده باشا، بس أنت ركز معايا. بص يا مستر هنراجع عليهم تاني. أنا عايز الكلمات الدالة yesterday ولاست نايت ولاست ويك ولاست مانث ولاست يير ولاست داي كلهم. انا لما الاقي كلمه من الكلمات دي بعمل ايه؟ بعرف ان انا في الماضي، فببص على الفعل لازم اختار واتشد، بلايد، فيزيتد، بوت. برافو عليك. يبقى جو كان في اغنيه بناخدها واحنا صغيرين كده ان ذا باست لاست يسترداي اجو، صح جدا. ان ذا باست لاست يسترداي اجو تدل على ازمنه الايه؟ على زمن الباست سيمبل او الحاجات اللي خاصه بالماضي. طيب هنا برضو لما احط ان ومعاها تاريخ قديم this morning, this afternoon, in the past, once, twice, 3 times, a few days ago،
كل دي كلمات تدل على الباست سيمبل. طب تعالى كده يا دكتور يا محترم، تعالى انا وانت نروح بقى للاسئله على طول. خلاص احنا عرفنا يعني ايه باست سيمبل، نحل مع بعض. بس عايز اطلب منك طبعا هراجع مع بعض على طول كده. انت باشا ومركز معايا وحبيبي وصديقي، فعايزك تبقى مركز جدا. ايه هو الباست سيمبل؟ بنضيف للفعل ايه دي او نحطه في التصريف التاني. لما احب انفيه يبقى didn't والانفينيتيف. لما احب احطه في الكويستشن يبقى did والفاعل زائد المصدر. لما احب احطه في الباسيف يبقى was او were زائد تصريف كام؟ ثالث. ده الباست سيمبل. نستخدمه مع in the past last yesterday ago، كلمة once او when I was، او لما احب اعبر عن سرد قصة او حكاية او حاجة في الباست سيمبل في الماضي، بحكي عن ذكريات، حاجات تمت وانتهت. الحدث هنا finished، انتهى خلاص. طب ركز معايا يا صديقي. choose the correct answer وتعالى انا وانت نختبر سرعتك. I space my homework yesterday evening تبقى did، جدع. طب we space a new movie last night تبقى watched. طب he spaced to school by bus، هنا مش محدد. لو هو عايزها عادة، يعني عايز يقول ان انا بروح المدرسة عادة، يبقى هتبقى جوز. طب لو هو عايز يقول انه راح زمان وما بقاش يروح دلوقتي، هتبقى وانت. فهنا الاجابة دي تنفع والاجابة دي تنفع، بس الاصح وانت، عشان انا بتكلم عن ذكرى سابقة كان بيعملها باي باس ما بقاش يعملها. زي سبيس فوتبول in the park يبقى played. هنا she spaced her friend last weekend تبقى visited، برافو عليك. I spaced TV because I was tired يبقى was tired، أنا مش هتفرج لأني تعبان يبقى didn't watch. We spaced late for the meeting يبقى الإجابة هنا هتبقى إحنا مش هنلحق الاجتماع، مش هنوصل الاجتماع أو مش هنوصل متأخر يبقى didn't arrive. He spaced her keys at home تبقى left. طب did you not English yesterday يبقى study. ركز يا مستر، في yesterday اختار كلمة مين؟ اختار studied غلط. ما ينفعش تختار studied. ليه؟ عشان هو حاطط did، ودid دي بتخوف الفعل ترجعه لأصله، خاف. بقى did you study. طب what not you do last Sunday يبقى الإجابة هتبقى what did you do. What did you do؟ جدع. طب تعال. Yes I did. عارف لو نكت تبقى no we، برافو عليك didn't. طب هنا بتكلم عن الكيكة. الكيكة هنا the cake space my sister يبقى was made. the letter ايه اللي حصل له يبقى was sent. where the box ايه اللي حصل لها بقى؟ ما هو حاطط where اهو، يبقى انا عايز احط هنا ايه؟ احط where the box be، اين كانت. my brother اخويا هنا cooked. طيب it rained. طب we not our homework before dinner يبقى finished. طب they spaced to the beach 2 days ago تبقى went. تعال نبص على اخر سؤال هنا، بيقول لي I spaced a very interesting book last week. معلش انا هسيب لك السؤال ده لانه سؤال فيه حته كده صغيره، عايز اسيبه لك تحلوا لي في الكومنتس تحت. كل التعليق، اسرع تعليق هناخد واحد بس وهنديله 500 جنيه. اسرع تعليق صحيح هنديله 500 جنيه. تمام؟ يبقى هنا الاجابه مش هينفع اقولها. اذا الزمن الاول كان زمن الباست سيمبل. تعال ناخد الزمن الثاني في القاعده بتاعتنا النهارده، وهو درس اسمه الباست كونتينيوس. تعال نشوف الباست كونتينيوس او زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر هو الماضي، صح؟ انا بتكلم مع حضرتك بقول لك I watched the film yesterday، اتفرجت على الفيلم امبارح، ده برضو باست سيمبل. طب ايه الباست كونتينيوس؟ ان انا اقول لحضرتك ان اتفرجت على الفيلم الساعه 9 يسترداي، يبقى عملت عمليه ايه؟ برافو عليك، سبيسيفيك تايم، وقت محدد في الماضي. ايه بتقول لي يعني ايه وقت محدد؟ يعني يا صديقي انت عملت حاجه من والى، يعني from. واحد جاي يقول لي انا شايفك اهو، ايوه from 10 to 12، انا من الساعه 10 للساعه 12 كنت قاعد بعمل ايه؟ كنت قاعد بلايت فوتبول. لا مش هقول بلايت بقى، امال هقول ايه؟ تعال اقول لحضرتك. بص يا مستر، كل اللي انا هعمله ان انا هستخدم السبجكت بتاعنا واستخدم كلمه واز او كلمه وير، واعتقد ان حضرتك عارف ان كلمه واز دي لما بتيجي في الجمله بتيجي مع الاي او بتيجي مع
اللي هي او بتيجي مع الشي او بتيجي مع الايت او بتيجي مع اي اسم سنجلر مفرد. تمام. وعارف انا وانت ان كلمة وير بقى بتيجي مع الزي، بتيجي مع الوي، بتيجي مع اليو، ممكن تيجي مع اي اسم من الاسماء الجمع. يبقى was aware. طيب I was watching a movie، انا كنت بتفرج على الموفي. she was studying، they were playing، he was reading، we were having. لاحظ بقى انه هنا محدد، واشهر علامات التحديد يا شباب كلمة at. انا بحدد الجملة. شوف انا بقول we use past continuous to talk about an action that was in progress at a specific time in the past. هنا في وقت محدد في الماضي، انت بتحدد ميعاد معين. طب انا حددت الجملة في النيجاتيف هنفي wasn't weren't. I wasn't watching TV، انا ما كنتش بتفرج الساعة 9. خلي بالك حضرتك، واحد يقول لي طب ما الساعة 9 ممكن تكون دلوقتي، او ممكن تكون في المستقبل، صح؟ احنا غالبا بنلاقي كلمة تدل على الباست سيمبل زي yesterday محطوطة مع التحديد، زي last night، last week، last month، last day. يبقى انا بلاقي الجمل محددة. طب تعالى لو انت مثلا يقول لي I was eating lunch، انا كنت باكل الاكل ده الساعة 1 yesterday، عشان يبين ان هو كان في الماضي. طب في السؤال بستخدم was aware ومعاه الفيرب متضاف له ing، ومن الغباء ان تفتكر عشان الفيرب بلس ing يبقى مستمر. هو حدث استمر فترة زمنية in the past، في الماضي. جدع. طب انا هنا بيقول لي يا مستر امتى لو استخدمت الجملة في الباسيف؟ هستخدم was aware بعدها كلمة being، بعدها الباست participle او التصريف الثالث زي ما انت بتقول. يعني الفيلم ده كان في وقت محدد، بتكلم عن الفيلم was being watched، شاهدوه. الليسون ده كان was being explained. الكار دي كانت was being repaired، كانت بتتصلح. الدوكيومنتس دي كان were being painted. هنا the room was being cleaned. اذا واضح الكلام بتاعنا جدا. يبقى انا هنا اشهر كلمات عندي لما اقول لك at the time او استخدم كلمة at، هنزود عليها بقى حاجة. طبعا كلمة all day all night لو شفتها all day all night تعرف ان انت في الباست continuous، لان all day بتدل على ان المدة كانت طول اليوم، او all night يعني ايه الليلة كلها. all day او all night لازم تستخدم was aware والverb ing، او wasn't او weren't، او تستخدمها في الباسيف. طب نقول ملحوظة تانية بقى، عندنا روابط مهمة. الروابط دي بتربط الزمن ده مع الزمن التاني. يعني انا لو بصيت هاخد كلمة while معناها بينما، فبيجي معها حدثي، فهنا بيبقى فيه two actions. ركز معايا، لما تيجي كلمة while بيكون فيه two actions. الحدث الأولاني ده بيبقى مأثر على الحدث الثاني؟ لا، لو أثر يعني هما الاتنين قطعوا بعض دي حال، ولو هما ما أثروش ومشوا الاتنين في وقت واحد برضو دي حال. تعال نشوف الحالة الأولى. أول حالة هنا لو أنا بكلم حضرتك عن حدث زي I was studying، أنا كنت قاعد بذاكر، while my brother كان was watching، أخويا كان بيتفرج على التلفزيون. يبقى ده حدث أول وحدث تاني، الاتنين مستمرين. في الحالة دي بنقول past continuous يعني was aware verb ing was aware verb ing، وبكده كلمة while يتساوى معها الحدثين مستمر. يبقى الحالة الأولى الوايل مستمر. برافو عليك. طب تعال نشوف الحالة الثانية لقاعدة وايل، وهي الباست كونتينوس يجي الأول ومعاه باست سمبل. يعني I was studying، أنا كنت بدرس، while my friend called me. هنا في حدث interrupt. لما الحدث يقطع الحدث الأولاني كان بيذاكر ومرة واحدة صاحبه اتصل. أنا قاعد بشرح على حضرتك كده ومرة واحدة the light went out، النور طفى، أو the door knocked، الباب خبط. أخد بالي هنا she was cooking while her baby was sleeping، دي هنا مستمر. الطفل كان بيعيط وهي بتطبخ، الحدثين في وقت واحد. يبقى قاعدة وايل بينما. هقول لك على حاجة بقى، في حالة ثالثة الوايل هنقولها بعد شوية، لكن هناخد دلوقتي كلمة وين بقى بيجي معاها باست كونتينوس باست سيمبل، لان هي مستري بيقول لي I was walking، انا كنت بتمشى البيت when I saw an accident، لما شفت الحادثه.
يبقى هنا الحدث الاولاني مستمر، الثاني بسيط. خلي بال حضرتك، مستمر وبسيط. طب انا احطهم ازاي مع وين؟ ركز معايا. خلي بال حضرتك، هو الموضوع ما بيعتمدش على ايه اللي بعد ايه، هو يعتمد على المعنى. ايه اللي حصل الاول او ايه الحدث الرئيسي؟ ده اسمه المين اكشن. ده المين اكشن، ده الحدث الثاني اللي قطع المين اكشن ده. يعني she was reading a book when the phone rang. برافو عليك. she was having dinner when the light went out. طب عندي كلمة اسمها as وعندي كلمة اسمها just as. as و just as يعتبروا هما الاثنين بيساووا while. مستمر. يبقى انا ينفع احط بنفس الطريقة اللي بستخدم بيها while في الجزئية دي. طب تعال، عندي بقى معلومة. كلمة while لو شلنا منها السبجكت، يعني ما جاش بعدها فاعل، لو ما جاش بعدها فاعل فوايل وأون الاثنين دول بيجي وراهم فيرب ing زي I was listening to music while I was studying. طب they were playing games on Saturday afternoon. she was going on هنا بستخدم، خلي بال حضرتك. بص يا مستر، لو انا بصيت على الجمله اللي هستخدم فيها while او on ياتي بعدها الفيرب ing زي while I was studying. هنا لو انا شلت بقى I يبقى هشيل was، يبقى هقول لك while studying على طول. while studying. ينطبق نفس الكلام ده على كلمه during، بس during بياتي بعدها noun. يبقى بعد during ياتي noun زي during the meetings، during the holidays، during the lesson و during the concert. يبقى during بيجي وراها noun. وعايزك تتذكر ان هذا الزمن سهل جدا في استخداماته، بيجي في امتحانات كتير. تعال انا وانت نختبر قدرات حضرتك. I space TV when my friend called me. برافو عليك جدا. لو انت ركزت هنلاقي الرابط هنا when. طب انت هنا وانت اختار معاها ايه؟ قال لي اختار was watching. جدع. يبقى when I was watching TV when my friend called me. طب تعال انا وانت ناخد اللي بعده. هنا بيقول لي they spaced dinner at 7 p.m. yesterday. يبقى هنا محدد بكلمة at وحاطط كلمة yesterday، فحضرتك لازم تجاوب معايا. يبقى الإجابة هتبقى برافو عليك زي تيجي مع where، يبقى where having. طب she spaced her homework when the light. هنا برضو when وبعدها the light went out، يعني النور طفى. يبقى الجملة بتاعت هنا بتقول لي she was doing. طب we spaced in the park when. تاني يبقى when it started to rain. هي كانت او هم كانوا بيتمشوا لما المطره مطرت، يبقى برضو we're walking. طب we spaced music while his brother was reading. يبقى we're listening. طب I spaced my bike when I saw an old friend. يبقى I was riding. طب اللي بعدها زي space for the bus when it arrived. يبقى we're waiting. طب she space a book while space the news. تعال نشوف هنا. انا عايز فعلين بقى، وده ستايل الجديد من الاسئله. عايز اختار اختيارين. she space a book while I لما انا اتفرجت يبقى she was reading a book while. هنا الاجابه هتبقى was reading was watching. طب what space you at 9 p.m. yesterday. هنبص عليك هنا هتبقى we're doing، عشان we're هي اللي بتيجي مع you. طب اللي بعدها we not بعديها space the movie because we were tired. يبقى الإجابة هنا هتبقى was watching. جدع جدا جدا جدا. طب هنا مستر بيقول لي he space quietly while the doctor space. جميل. يبقى الإجابة هنا بعد while هتبقى الإجابة was sitting was talking. طب تعال نبص على اللي بعدها. I space when my phone space. يبقى الإجابة هنا هتبقى، خلي بال حضرتك بقى من السؤال ده. الأولانية هنا بيقول لي I was sleeping when my phone rang، لأن أنا كنت نايم لما التليفون رن. هنا الحدث ده قطع، فعشان كده هيبقى past simple، مش هينفع يبقى مستمر. تمام. هنا برضه هو هنا the coach arrived. يبقى الإجابة هتبقى we're playing. طب
She space in the garden while her mom lunch. يبقى أثناء ما كان في لانش هنا الناحية التانية يبقى مستمر. برافو عليك. طب تعال نبص على اللي بعدها. We space our project when the power went out أو went off. يبقى الإجابة هنا هتبقى was finishing. He spaced a song on the guitar while وبعد كده space. طب هو فاعل وآي فاعل. على طول لما تلاقي فاعلين غالبا الجملة بتبقى مستمر. هو كان بيلعب أغنية معينة على الجيتار وأنا كنت was studying قاعد بذاكر. طب هنا what time ما هو الوقت؟ what time was the train leaving؟ طب اللي بعدها they space not بعد كده space هنا volleyball because it was raining. يبقى الإجابة هنا هتبقى we're playing أو we're not playing while space dinner my brother يبقى I وmy brother يبقى هنا الإجابة هتبقى was cooking was sitting. والإجابة اللي بعدها my dad space the newspaper when I space whom. يبقى هنا بيقول لي dad was reading وهنا arrived. تعالى وانت ندردش في نقطة مهمة جدا. بص يا مستري بقى. حضرتك اتعلمت معاه الباست سمبل، اتعلمت معاه الباست كونتينوس، اتعلمت قبل كده البريزنت سمبل، فكل الحاجات دي بتكون عند حضرتك فكرة الجرامر. وقرينا ريدنج عن الشات جي بي تي وقرينا ريدنج عن الانيوجوال جوبز. لازم تتعود تكتب. كل مرة هناخد هوم ورك صغير. انا هاخد النهارده هوم ورك صغير write a paragraph about how to use ازاي نستخدم الاي اي in your diary life. ازاي نستخدمه في اليوميات. انا مش هعمل كده، انا عايزك تكتب لي. هتكتب لي ان حضرتك بتحب ولا بتكره الاي اي، وهتقول لي ايه الاستخدام بتاعك للاي اي. هل انت بتستخدمه مثلا عشان انت سولف بتحل البروبلمز، ولا هل حضرتك بتستخدمه عشان انت ميك ديسيشنز، ولا انت بتستخدمه عشان انت بتعمل كومبير يعني بتعمل مقارنه، دي افعال مهمه ينفع نستخدمها، ولا انت بتستخدمه عشان تعمل امبروف عشان تحسن اداء، ولا انت بتستخدمها عشان انت بتعمل انسر بتاخد اجابات للاسئله بتاعتك. فهنستخدم الافعال دي كاستخدامك للاي اي. وهتكتب لي انا مش عايز بقى من 6 ل 8 اسطر، انا عايز حضرتك تكتب لي 2 لاينز، سطرين بس، سطرين او 3 اسطر. عايز اعلمك ازاي نكتب. هنا اول حاجه think about the apps. فكر في الابس التولز، فكر في الحاجات ديت. اسال نفسك what do you use them for. بتستخدم الابلكيشنز في ايه؟ study work fun ولا planning. معلش how do they help you. الحاجات دي ازاي بتساعدك. give examples. ادي امثله على انك بتستخدم ده. واستخدم لي الباست سمبل والباست كونتينوس اللي احنا درسناهم. وممكن تربط الكلام بقاعده وايل او قاعده وين. يعني ممكن والله انا اتكلم مع حضرتك كده وانا هكتب حاجه بدائيه خالص، هقول لك والله I like، انا حابب. ايه بقى اللي انا حابه ده؟ اللي هو الارتي ايوه الارتيفيشال. انا حابب الارتيفيشال انتليجنس. انا حابب الارتيفيشال انتليجنس يعني انا حابب ده جدا. انا حابب الارتيفيشال انتليجنس. انا حابب الارتيفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي. طب هنا بعد كده بقول مثلا والله هتكلم بقى عن الارتيفيشال انتليجنس. انا بتكلم عن الذكاء الاصطناعي. بتكلم عنه، بقول الارتيفيشال انتليجنس بيعمل ايه؟ والله هيلبس اس، بيساعدنا to solve problems عشان نحل المشكلات. يبقى انا هنا بتكلم بشكل شبه يعني حضرتك بالراحه خالص. I like artificial intelligence. Artificial intelligence helps us to solve problems. يبقى انا بحب الاي اي. انا بحب الاي اي. طب انا بحب الاي اي ده عشان الاي اي ده بيعمل ايه؟ solve problems. طب ممكن اقول ان هو بيعمل ايه بقى؟ والله ايه؟ ممكن اقول compare بيقارن. ممكن اقول ان هو plan بيخطط. ممكن اقول ان هو work بيشتغل.
ممكن اقول ان هو يتستري بيذاكر معايا، يبقى هبدا اكتب مميزات ده. لازم اتعلم ان انا اكتب بشكل بسيط، مش عايز حضرتك تعقد الموضوع. ما تقوليش انا مش بعرف اكتب. انا بحب I love artificial intelligence. artificial intelligence هو السبجكت اللي انا هتكلم عنه. هلغي عن الارتفيشال انتليجنس. انا هكتب باراجراف مع حضرتك بعد كده عن الارتفيشال انتليجنس، ده هيكون 8 و9 تستر. انا هخليك تكتب حاجه اكبر من كده، بس انا عايزك ما تقساش على نفسك دلوقتي. هنستخدم الريدنج اللي قريناه. قول لي ممكن تستخدم ازاي الارتفيشال انتليجنس زي سلمى وعمر وعادل اللي احنا استخدمناهم. اكتب شويه عن الارتفيشال انتليجنس وريني دون وابعته لي على الواتساب. انا هقيمه لك، هرجعه لك، هساعدك لحد ما نوصل لحاجه جميله. انا وانت مع بعض هنفضل لحد ما نوصل لحاجه كويسه. ابعت لي تعليقات حضرتك، مستنيكم باذن ربنا يا رب في الخطوه اللي جايه، في الملزمه اللي جايه، في الليفل الجاي. وقابلكم على خير. اخوكم محمد رقاضي، والسلام عليكم ورحمه الله.